أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامج بنحب الحياة. في البداية بس عايزة أرحب بزميلتي ياسمين العاصي. أهلا بك يا ياسمين. اهلا بيك يا جيهان، واهلا بكل مشاهدينا في كل بيت وفي كل مكان. في الآونة الأخيرة كلنا كان عندنا هجوم كبير جدا على السوشيال ميديا. أنا واحدة من الناس كنت بهاجم السوشيال ميديا وبقول إن هي السبب الرئيسي في التفكك الأسري. بتخلي كل واحد فينا موجود في الأسرة قاعد في أوضة لوحده ماسك التليفون بتاعه وعمال في عالم خاص كده مع نفسه، ملوش أي علاقة بكل اللي موجودين معاه في الحلقة دي. فكل دوت خلانا ان احنا نهاجم السوشيال ميديا ونهاجم كل الناس اللي بيطلعوا على السوشيال ميديا بان هم السبب الرئيسي في تفكك. لكن النهارده معانا اسره غيرت لنا نظريتنا في التفكك الاسري، وعملت محتوى كويس جدا على اليوتيوب وعلى التيك توك يحث على الترابط الاسري. ده اللي هنعرفه منهم النهارده. معانا النهارده ضيوف حلقتنا النهارده ام ادم وابو ادم. اهلا بيكم. يوتيوبر على اليوتيوب والتيك توك، بيقدموا محتوى اسمه قناه عائله مرحه جدا، صح؟ يوميات عائله مرحه. يوميات عائله مرحه. اهلا بيكي حبيبتي. نورتونا بجد النهارده في الاستوديو، وقدومه الجميل وملوكه منورتونا النهارده. والله حقيقي فعلا السوشيال ميديا فيها حلو وفيها وحش، ما نقدرش نعمم للحلو ولا الوحش، ولكن بيبقى في بعض الاحيان في نماذج حقيقي هي نماذج مشرفه، لان هم طالعين بمحتوى، هم مش طالعين يأدوا اي حاجه وخلاص، لا طالعين يدوا محتوى، ان كان محتوى بيحث على ان احنا نرجع نلم العيله تاني، او طالعه بعمل وصفه لحد ممكن فعلا ياخدها ويعملها ورايا. وده النهارده الحمد لله يعني ان احنا معانا نموذج من النماذج المشرفه ديت. اهلا بيكم ونورتونا بجد النهارده. ربنا يخليك عايزين بس وشكرا بقى لذوقك. تعرفوا المشاهدين كده في الاول مين ام ملك ومين ابو ملك وملوكه وادم. ام ادم. ايوه. ابو ادم. ابو ادم. يعني ايه المحتوى؟ عايزين المحتوى انتوا يعني توضحوا اكتر للمشاهدين انتوا عباره عن ايه العيله دي؟ بصي، هي الفكره اصلا لما جت في الاول كانت جت اللي هي كانت قناه اصلا باسم ادم وملك ليهم اصلا. تمام. هما اللي حبوا يعملوا الفكره، اول اللي عرفت اليوتيوب من ادم. فكان بيحب بقى يصور مع اصدقائه وكده. يعني البدايه جت من عند ادم. من عند ادم اليوتيوب. يوتيوب وهو صغير ما كانش بيعرف يقول يوتيوب دي خالص. المهم فكنت بقى كانوا هما بقى المحتوى بتاعهم هما الاثنين، فطلبوا بقى كتير مامة ادم وملك يظهروا، فظهرت. كنت بتطلعي معاهم بقى صوت ولا اصلا كنت الاول بوجه ادم وبوجه ملك، يعني مثلا ادم بيتعامل ازاي مع اخته، هما الاثنين بيتعاملوا ازاي مع بعض. بس فصوت. بعد كده ما حبوا بقى ان انا اطلع، فاول مره طلعت فيها لقيتهم، يعني لقيت الناس اتبسطت جدا جدا، ولقيت فيه قبول فظيع. حبوا وانا حبيت. لا وما شاء الله انت في الفيديوهات بتدي بهجه كده وطاقه ايجابيه جميله حقيقي. وابو ادم طبعا ربنا يخليك يا رب. طب ام ادم، لما ظهرتوا على التيك توك وعملتوا يوميات عائله مرحه، اكيد طبعا واجهتوا عقبات كتيره جدا وكلام كتير جدا. ممكن تكلمينا على العقبات اللي هي قابلتيها في حياتك في المرحله اللي انت عملتي فيها التيك توك؟ اول ما عملت فيديوهات طبعا كان طبعا مش كل الناس عجبتهم، فكان في تعليقات بتيجي سلبيه، فكانت بتاثر عليا في الاول. اللي هو ازاي مثلا ازاي تطلعي حياتك على ازاي طالعه، وازاي انت تطلعي حياتك، رغم ان انا مش بطلع حياتي، انا بطلع الحاجه اللي انا عايزه اوصلها بالظبط، مش حياتي كلها، او مش الحاجات الخاصه بيا بحياتي اللي بظهرها. المشاهدين او المتابعين دايما بيبقوا متوقعين ان انت اللي بتظهريه ده هي حياتك كلها كامله على الشاشه. بالظبط، وما تحكمش على حياتي من فيديو مثلا 3 دقايق او 10 دقايق. بالظبط كده، مش دي حياتي، دي حاجه صغيره جدا في اليوم. ابو ادم بقى لما بدات تشوف بقى اللي بيحصل دوت، شجعت بقى ام ادم ان هي تدخل كده وتطلع على الشاشه وتبدا تعمل يوميات؟ والله هي الفكره اصلا في البدايه عجبتني، تمام. فاما الجمهور بدا يقول لها تظهر كده، فظهرت، فتلاقيت الموضوع حلو وفيه اقباليه عليها، تمام.
فشجعتها الصراحه يعني يعني كنت مين في فيكم ظهرها. اللي اقنع التاني؟ هي يعني مين اقنعتني فيكم اللي اقنع هي لا، اقنعتني ان انا اوافق اللي هي تظهر انا صراحه. انت اللي اقنعتيه ان انت هو كان تظهري. لا رافض طبعا. في الاول. انا كنت هو رافض كان رافض صراحه. في الاول، بس لما وريته ما كانش عندنا استيعاب يعني لليوتيوب اصلا. هو كانت إيه ده؟ الفكره لسه جديده بالنسبه بالظبط. لنا. فلما طلع قلت له بصي يعني بطلع بلبس الخروج، بقدم محتوى، بقدم حاجه كويسه، فما فيش اي فشاف فقال لي لا تمام. طب كويس، فاخدته انت معايا. بتكلمينا دلوقتي في العقبات اللي هي واجهتك والناس اللي اتكلمت كتير. قلتي انا كان عندي هدف وفي حاجه عايزه اوصلها. عايزين نعرف ايه الرساله اللي انتوا عايزين توصلوها للمشاهدين من المحتوى اللي انتوا بتقدموه. عايزه اقول ان انا كنت يعني في حته اللي انا اتربيت عليها في بيت اهلي، اللي هو احنا بنتلم كلنا على الاكل. لمة العيلة دي يعني ما لازم بقتش نستنى موجودة. بابا لا، مش موجودة. بالظبط. كلنا. فانا بعمل الحاجه دي في بيتي، فالناس لما بقت تشوف الحاجات ديت بقى بيقولوا انا بحس ان انت معانا، يعني بحس اللي احنا معاكم في القعده اللي انتوا قاعدينها. بيبقوا مبسوطين. الجو ده وحشنا. اه بيبقوا في مبسوطين. تفكك اسري كتير قوي حقيقي. بسبب التطور اللي احنا فيه، تمام. فاحنا بنحاول بقدر الامكان اللي احنا اتربينا عليه من اهالينا بنطبقه مع اولادنا، تمام. في قيم بقى، في مبادئ، في تربيه، في اصول، في غلط، في صح، في حرام، في حلال. فهم بيمشوا على كده. فالناس حابه حاجه زي كده ليه؟ عشان مفتقدينها. حتى علشان في ناس كمان انت بيبقى بتدي في يعني رسالة. في مثلا مغتربين بره، تمام، مسافرين بيشتغلوا بره وكده فعلا. بعيد عن اهاليهم. فلما بيشوفوا الفيديوهات بتاعتنا سواء بيفرحوا. في اللمه، بيقول لك احنا بتحسسونا حاسين باهالينا باللمة. واحنا بره. بالظبط. ما فدي حاجه خفتوش بتبسطنا ان طبعا. حياتكم تبقى بشكل عام كده هوت على المشاع قدام ما الناس؟ هي مش هتبقى حياة. هي بصي، هو يعني انا يعني بقول ربنا الحارس بمعنى اصح، يعني ما ظهرت هي دي ولادي اللي انا عايزه فعلا. بالظبط. تمام. فهو لأن ربنا الناس بيبصوا بصه مش حلوه. بالظبط، مش كله مش بيتمنى كله لك الخير. بيتمنى لك بالظبط الخير. كده. بالظبط في واحد بيحب والف بيكره، بس احنا سايبينها على ربنا سبحانه وتعالى، والحمد لله مقتنعين ان احنا ما بنعملش حاجه غلط محدش وحاجه فاهم. حرام. انا بعمل فيديو 10 دقايق بنضحك انا وجوزي واولادي، ممكن احنا بعد الفيديو تحصل بتحصل خناقه. مشاكل أكيد. كتير ومشكلة. وده وارد، ده اصل احنا في مش حياه بيفهموا يعني. النقطه دي. دايما الناس شايفين ان هي دي الحياه. والله يا ال10 بصي، دقايق دول. ان انت كل حاجه كويسه عندك. اه ما مفيش هو ده اللي متاعب. أنا هي حلوه بتكلم ووحشه في عليه. نفس الوقت. يعني انت يعني حياتك بتديهم كلها طاقه موجوده قدام ايجابيه، الناس. تمام. بس انا بوصل حاجه، بس مش هي الحقيقه طبعا يعني، فاهمه. يعني انا بوصل حاجه مثلا بعمل طبخه. في ناس مثلا كل البنوتات شطار وكل ستات البيوت شاطره طبعا وبتعرف. بس مثلا انا بقول لهم مثلا انا بعمل الطريقه دي كذا. ممكن مثلا حاجه انا عاملاها في البيت، ديكور او حاجه تعجبهم، فبطلع اوريها معانا لهم. مجموعه صور ليكوا على الشاشه للقناه بتاعتكم وصوركم. ده تيك توك. ده يعني الصور والتيك دي توك باسم ام بتنزلوها؟ ادم، صح؟ واليوتيوب باسم يوميات عيلة عيله مرحه. يا جماعه مش عائله، عيلة. علشان بس يوميات هي عيلة مرحة. عيله مرحه. يوميات عيله مرحه. عشان تدوروا عليهم، وبجد محتواهم حلو جدا، هيعجبكم واتفرجوا عليهم. ربنا يخليك. الصور صورة بتاعتكم جميله حقيقي، صور دي حلوه. كانت صوره حد كان عاملها لي. عامل لنا اهداء. باين. بتنزلي الحاجات دي كلها على على التيك توك او اليوتيوب؟ على التيك توك كده. ده وعلى صفحه اليوتيوب. ربنا يحرسكم والله بجد. ربنا ربنا يخليك. يحرسكم يعني. انا عاجبني، انا دخلت القناه طبعا وقعدت ادور فيها كده شويه. لا، عجبني ان انت متنوعه. يعني مش الفكره ان انا طالعه بمحتوى اعمل اكل بس، لا. انا بربي ازاي لو في مشاهد شايفني مثلا قويه شويه على اولادها او قاسيه شويه عليهم، لا، بتشوفني بعامل ولادي ازاي. انت عايزه توصلي وأدم بتسيبي متنوعة. ادم بقى وملوكه قدام الكاميرا بيتصرفوا بطبيعتهم، ولا بتبقي انت مثلا قال لهم احنا هنعمل كذا هنعمل كذا؟ لا بطبيعتهم. احنا بطبيعتهم. احنا تلقائيين جدا على فكره يعني، اه. فاهمة؟ مش يعني ما بتحضروا بنحبش. لا 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 للفيديو لا. اللي انتوا هتعملوه او كتير اصدقاء لينا مثلا مثلا من المغرب، من السعوديه، بيجوا مثلا مصر فيتواصلوا معانا، بيجوا يقولوا لنا انتوا فعلا انتوا طبيعيين جدا. ودي حقيقة. يعني مش وده زي يعني سر نجاحنا الحمد لله يعني. فعلا بيوصل، عارفه، من القلب الطبيعي للقلب. بيوصل. صح. طب ام ادم، انا عايزه اقول لك سؤال كده. يعني دايما بيجي في بالي مع كل ولادنا، ازاي بتقدري تحمي ملوكه وادم في السن ده من الاستخدام السيء للسوشيال ميديا؟ يعني بمعنى ازاي بتخليهم يقدروا يفرقوا ما بين المحتوى الهادف اللي هم بيقدموه وما بين اي محتوى تاني ممكن يدخلوا عليه او يستخدموه استخدام سيء؟ اللي هم يستخدموا الميديا نفسها.
انا ببعدهم اصلا، يعني مش سايباهم على التليفونات. يعني كوكي ما عندهاش، ادم معاه فون، فبحاول اجيب لهم الالعاب اللي هي تلهيهم. عارفه الالعاب، بجيب لهم العاب نلعبها مع بعض. يعني اوكي مش بس معنى ان انت في السوشيال ميديا لا. ان انت سايبه لهم الموضوع لا كده. لا 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 لا. قادره تحجمي في الحته دي. والدراسه، وفي دراسه، أهم حاجة مفيش الدراسة. موبايل طبعا كده. طبعا. الحمد لله. بمناسبة الدراسة بقى، ايه ملوكة سنة كام؟ امسكي المايك. 7 سنين. لا 7 في سنين. سنه يا كوكي. ماشي ماشي. ثانيه. انت في سنه في سنة ثانيه. تانية، وآدم 5. في سنة 5. طيب نشوف ملوكه الاول. عايزين جيهان نعرف. عندها موهبه. ما انا ملوكة عايزة، عندها كنت موهبة. لسه عايزة اسألهم انتوا ايه هوايتكم بقى غير المحتوى اللي انتوا بتقدموه؟ انا موهبتي وريني. بحب الرسم. بحب الرسم. أيوة. ما هي بتاخد كورس رسم، جميله ما شاء الله. ولوحدها على فكره، هي لسه بادئه الكورس، فالحاجات دي هي بصي وحطيه كده حطيها قدام الكاميرا قدام الكاميرا. وهيشوفوا كل الحاجات الجميله دي. ده رسوماتك انتي من برافو غير ما عليكي. نشفها كده ولا ملوكة ولا لا لا بتاع؟ لا دماغ. لا كمان بتاخد كورس. اه لسه بادئه يعني فيها حاجات كده اللي بتاخد يعني كورس حباها. للرسم. لقيتها آه. حباها فقلت انميها لا لها. برافو برافو بجد. ناوية تدخلي ايه بقى يا ملوكة لما تكبري؟ عايزه تبقي عايزة فنانه. تبقي فنانة؟ فنانة رسم. فنانة رسم، يعني تطلعي بس فنانة بصي، تشكيلية بقى. يعني ترسم. ترسم. برافو عليكي. مهندسة حلو ان هي ديكور. عندها ممكن هدف، تبقى ان هي مهندسة عايزه ديكور. تطلع لحاجه حلوه. ممكن مهندسة تدي بقى ديكور المايك كمان. لادهم. وانت يا آدم. ادم ايه بقى نفسك تطلع ايه؟ لعيب كورة. لعيب كورة؟ بتعرف تلعب كورة وبتتدرب بقى وكده اه لا بتدرب ده في لعيب النادي المصري. كوره جامد ادم في جدا. النادي في النادي المصري. اه في ما شاء النادي الله المصري، عليه. بتلعب في النادي المصري. واخد بطولة جمهورية في الكاراتيه. كمان برافو، كمان عليك. واخد بطولة برافو عليك. الجمهورية. وعلى فكرة حقيقي مؤدب جدا ومحترم جدا. ما بيسمع باين. الكلام. ما لا، شاء الله باين عليه. عليه بصراحة، الاطفال ربنا كلها يخليهم شقاي لكم. وده طبيعي. تمام. يعني الاطفال كلها كده. بس عاجبني انه بجد ان انتوا ما شاء الله، رغم ان انتوا مثلا اكيد مشغولين في موضوع السوشيال ميديا والحاجات دي. هم الاساس. مش بيتي واولادي هم الاساس. بالظبط. انت عايزه برضو لا ادور على المواهب اللي فيهم واشجعهم أكيد، ودراستهم أكيد. يعني لا مش عشان انا بعمل كده فانتوا معايا. لا. لا يعني يا ابو ادم في الاول كده هوت ما حسيتش ان هي الفيديوهات ديت ممكن تأثر على البيت، ممكن تشغلها شوية عن البيت والله انا فقلت لا اقول مش حاجه هعمل يعني كده. بما يرضي الله. تمام. حقيقه ام ادم ربنا يبارك لي فيها ويخليها لي يا رب. يا رب. ست بمليون راجل. ربنا يخليها لك. عارفه التزاماتها وعارفه كل حاجه وراها وبتعملها باتقان وبتديها حقها صراحه يعني. ربنا احسن. يخليكم طب لبعض. وانت بقى مش ربنا عايزة تقولي له يخليك. حاجة كويسة ولا ايه؟ كفايه اللي هو كان بيديني ثقه ويعني وفي ظهري كان مشجعني، يعني عارف اللي هو معاكي انا معاكي في اي ما حاجه. تخافيش. إحساس فالحمد حلو لله طبعا. الثقه طبعا. وبابا ربنا يخليه لي طبعا. كنت كان لسه عايزه اقول لك برضه مين بقى بيدعمني اللي دعم واقف في ظهرك فظيع. كده ومشجعك. بابا ربنا يخليه ربنا لي يخليه لك بالصحة. يا رب. عارفه بابا اللي هو عارفه بقى الاب اللي هو الحزم والشده احساس ان بابايا فاللي هو هو اللي بيقول بيشجعني لي حاجه زي كده. طبعا. انا خلاص انا انا صح. مش بعمل حاجه غلط. بالظبط كده انا صح. سؤال بقى كده محرج شوية. عايزة أعرف المحتوى اللي انتوا بتقدموه أو القناة اللي انتوا بتقدموها، نسبة المشاهدة بتبقى عليها عاملة ازاي؟ يعني عندكم كام فولود مثلا؟ على اليوتيوب احنا على التيك توك انا اشتغلت اكتر من اليوتيوب. اليوتيوب حصل لي دروب كده، فقعدت اكتر من 4 شهور ما كنتش بشتغل. بس لما رجعت الحمد لله فالقناه الحمد لله في تفاعل وفي فلورز كتير، وعلى التيك توك داخله على ال 200 ربع مليون. ما شاء الله. ما شاء الله، ربع ده مليون. دليل معدية على المليون. حب الناس ليكم ان ده انتوا واصلين شيء بجد جميل للناس. جدا. الحمد لله. لان بجد هم على الطبيعه يا جماعه. بجد انا شفت فيديوهاتهم وشفت الحاجات بتاعتهم مش متصنعين. يعني تاكدوا اللي انتوا شايفينه في الفيديوهات هم طبيعيين جدا بجد. ربنا يخليك يا وفي رب. حب حقيقي بينهم ما شاء الله. يعني ربنا ربنا يبارك يخليك يا رب. حبيبتي وربنا يحرسكم بجد من العين. ربنا يبارك فيك. ربنا يخليك عايزه يا رب. اقول لك مثلا اكيد بتعملي فيديو تنزليه تلاقي بقى كومنتات كده تضايق. بتعملي ايه بقى؟ بتتصرفي مع يعني فيديو الكومنتات عاملينه ازاي؟ تلقائي في البيت. فابو ادم يعني بيعمل لي قهوه، واقفين في المطبخ فبنعمل قهوه. بنقدم المشاركه بين الزوج والزوجه. بتوصلي يعني ده. يعني الرسول عليه الصلاه والسلام كان بيساعد اهل بيته، يعني مش طبعا.
إيه بيعمل لك قهوه، ده مش عارفه ايه، ده ازاي مش ازاي، اكني مش عيب ولا حرام. طبعا ولا عيب ولا حرام. طب ما ناس انا بعمل كل بقى حاجه. عقليات. عقليات. هي عقليات بتبقى عايزين مختلفة. توصلوا للمشاهدين ان الترابط الاسري ومساعده الزوج للزوجه ما هوش عيب. لا طبعا حقيقي. على مش فكره عيب ولا تفهموا حرام. الحنيه اما يكون هو الزوج حنين، يعني انا جداً عندي الحنيه بيبقى دي مختلف. بتختلف، الدنيا طبعا بتختلف تماما. طبعا. ده اللي بيطلع للمشاهد كمان الحاجة صادقة، بالظبط. ان هو مش بيمثل ده، مش هيمثل. والاطفال كمان، يعني عارفه انت عندنا حته الولد شويه اللي هو ما يعملش حاجه لنفسه واخته تروح عارفه انت، لا فهو مفيش بيتعلم الكلام اللي ده. هو لنفسك، اختك ممكن تساعدك يعني عشان بتحبك، لكن انت لكن تعمل مش حاجتك اجباري لنفسك. اللي هي تساعدك، انت عايز حاجه قوم انت هاتها. بتعملي كمان وصفات جميلة بصراحة. يعني انا بشوف وصفات، بشوفك بقى وانت بتعملي الحاجة كده وبتدوقي بقى، يعني انت كمان انا اللي بدوق. لازم تدوق ولازم التقييم تقول بتاع أنا اللي عنده بدوق. تقييم هو اللي عند بيقيم. ابو ادم، وتجيبي ابو ادم بقى وانت تجوعي بقى المشاهدين. كل الاكلات. طب انا عايز اقول لك ما شاء حاجه، الله عليك. اقسم بيبقى بالله مثلا عملنا في الفيديو تمام وصورناه، آه. مثلا بعدها باسبوع ولا حاجه مثلا اجي اتفرج عليه اشوف مثلا الاكل اجوع ولا انا يجوع. جعان. اعملي لنا ده. تعمليها والله. تاني. ربنا يخليكم بيبقى لبعض في يا وقت ربنا. معين في اليوم مخصصينه لتصوير الفيديوهات ديت، ولا اي حاجه ممكن تيجي على بالكم احنا هنعمل الحاجه دي فهنصورها؟ لا الفكره لما بتيجي يعني في عندنا حاجه جديده عشان ما يبقاش في ملل، عارفه ما احنا كل يوم بالظبط. بنعمل نفس الحاجه، بالظبط. فالحاجه اللي تستحق مثلا ان انا اصورها واطلعها، يلا يلا. مم. لكن طيب. مش بتقعدوا مع بعض مثلا قبلها بيوم كده؟ انا شفت ناس كده بيقعدوا مع بعض يقولوا احنا هنطلع ايه للمشاهد. بحس ده في حاله واحده لو هنعمل فلوج، لو هنخرج دي دي طبعا طبعا وإحنا لازم خارجين. اللي تكون نبقى مظبطينها، احنا هنخرج مثلا بكره كذا، هنروح كذا هنصور في وهنروح حته كذا هنا. وهنعمل كذا. حتى في خروجك بتبقي عايزه تدي هدف. اكيد طبعا. ببساطه اللي بالظبط. انت ممكن باقل تكاليف تخرجي وتخرج، ممكن عشان بيقول لك مثلا ايه في ظل ظروف. الظروف والدنيا، آه. والله 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 ممكن تنزل وتاخد ولادك باقل التكاليف. تمام. انا ممكن انزل يعني اقول لك ايه، ساعات بعمل القهوه في البيت وتنزلي وباخدها بيها. بنزل بيها وبقعد على في بور فؤاد كده على المهم مع نبقى العادية. مبسوطين. بنتبسط غير جو وننزل ونرجع الاولاد ونرجع بتغير البيت جو. بس خلاص. انت بقى لا. يعني شايف ام ادم فين بقى في اللي هي بتعمله ده كله؟ يعني عايزه منك بجد كلمه حلوه كده من قلبك تقولها للست اللي بتعمل. انا مش عايزه امحي دورك طبعا، هنروح لها دلوقتي. تمام. طبعا انت دورك دور لا بس اساسي. هي البركه الصراحه، يعني هي انا كل شايفه حاجة بجد ان بأمانة. هي عامله حاجات حلوه هي جدا. تعبت واجتهدت حقيقي. وكانت بتسهر وكانت يعني بتعمل حاجات كتير انا ما كنتش بعملها الصراحه، يعني اقول لا تمام 100 100 انا في ظهرك، بس هي عامله كل حاجه بأمانة. الفكره كل حاجة، والمونتاج والمونتاج والمضمون. انا وتنفيذ مش عايزه وكل حاجة. اطلع بس بره عن سؤالي علشان اتفضلي. خاطر ايه هو اتشعب السؤال اتشعب. اللي انا عايزه الهدف من سؤالي في ان انتوا بتحددوا ميعاد او وقت معين لتصوير الحاجه اللي انتوا بتعملوها لا. او وقت لا، هي الفكرة اللي ظهرت. هو يعني السؤال لا في معايا يعني انتوا بتعرفوا في اليوم الوقت ده وقت مذاكره، الوقت ده وقت نوم، الوقت ده احنا هنصور حاجه، عارفين تقسموا الوقت كده؟ انا الوقت بيبقى فاضي، يعني مثلا النهارده احنا هنصور، مم. انا ممكن اصور كذا فيديو واحفظه على على التليفون عندي، اه خلاص ببقى مظبطه مثلا اليوم دوت هو تصوير، فبصور كذا حاجه. في بقى يوم النهارده احنا هنقعد مع بعض مفيش تصوير، هو في ده اللي انا مذاكرة، بتكلم عليه، في ضغط ده اللي انا امتحانات. بتكلم عليه، ان احنا مش يعني بنخلي المحتوى اللي احنا بنقدمه كل حاجه ليها وقتها. كل مش حاجة ليها مؤثر وقتها. على لا، وقت بالظبط. الدراسه للاولاد، انا قلت لحضرتك من الاول ان المذاكره، انا البيت قعدتنا احنا مع بعض بشكل خاص، مش عايزين نطلع دوت على الهوا. طلعهوش بساعات ببقى عايزه آه. نعمل فشار ونقعد النهارده نجيب فيلم ابيض واسود ونقعد ونتفرج أبيض عليه، وأسود ونقعد ونقعد مفيش نتفرج. تليفونات أحلى مفيش والله. اي حاجه، نقفل مع التليفونات بعض فعلاً ونتفرج. ونقعد. ده احنا بنقول للمشاهد او المتابع ان مش ال10 دقائق اللي طالعين لك دول حياتي، لا انا أكيد. بعمل حاجات تانية كتير أكيد ورا طبعاً. الشاشه. أكيد. انا مش عارضه حياتي طول اليوم. طبعا عارفه ان في ناس بتضايقك بكلام ملوش لازمه. سلبي. انا عارفه وإحباط. ده، وعارفه ان ده مضايق برضو ام ادم في حاجات كتير. تحبي تقولي للناس دي ايه؟ احب اقول ان انا يعني الحمد لله الحمد لله وصلت يعني نوعا ما اللي انا عايزه اوصل له، وبحبهم وبدعم احمد وبدعم بابا ربنا يخليه لي، ف الحمد لله ان انا وصلت لحاجه، انا يعني انا فخوره بنفسي طبعا احساس ان انت بتعملي حاجه وصح، وصح يعني وربنا بتطلعي منها هدف. تمام.
يعني احنا عايزين نوصل لهم ده، احنا هو يا جماعه ادم مش لو ملك كبرت وادم كبر وحبوا ان هم يعملوا نفس المحتوى اللي هم اللي انتوا بتعملوه مع نفسهم لما يكبروا، هيبقى في اعتراض ولا هتشجعوهم على ده؟ لا، اولا ادم وملك يعني مش يعني مش هوايتهم ان هم يكملوا في حاجه زي كده. اه يعني هوايتهم ادم الكوره، وحابب اللي هو يكمل في الكوره، يطلع لعيب كوره وكده ويسافر ويحترف اه إن شاء الله وكوكي يعني. الرسم، يعني مش حاسه ان انا اللي هم عندهم، ولو حصل لا مش همنعهم. مش ما ده هتمنعيهم، حاجه بس كويسه وحاجه هتعلميهم بس هادفه. الحاجات هتابع. السلبيات اللي هي كانت موجوده معايا، ان انا اخلي ولادي يعني يتغاضوا اللي انا عنها. وقعت أكيد فيه طبعاً. اللي انا وقعت فيه ما اخليهمش يقعوا فيه. طب اللي انت بتقعي فيه دلوقتي حاجات زي ايه؟ يعني ايه الحاجات اللي بتلاقي نفسك زعلتي عملتي فيديو مثلا ما كانش فعلا الانتقاد ده كان في محله، انا ما كانش ينفع اعمل الحته دي؟ انا في اللي هو بس عارفه يعني بطريقه ايجابيه، انا اقول آه. لهم قولوا لي عملت حاجه انتقدوني غلط، بس بطريقة بس صح. بطريقه ببسط. ما تضايقونيش. اه تمام. بالظبط. لكن ان انتوا مثلا عارفه اللي هو كل حاجه مثلا لا دي غلط، لا دي ما تنفعش، لا دي مش عارفه ايه، فانت بتعمل يعني سوري، وانت ممكن اصلا تكون بتعمل الحاجه دي غلط اصلا. بالظبط. انت فاهمه ممكن ازاي؟ انت تكون انت اللي فاهم غلط، مش انا اللي بعمل بالظبط. غلط. تمام. في انتقاد بناء، انتقاد بيخليني انا لا الاقي ادور واقول لا افكر انا وابو ادم، لا يا ابو ادم احنا فعلا في الحته دي ما كناش حلوين فيها. تمام. لا ونحسن نظبط ده فيها بعد ايوه كده. بالظبط، تمام. نحسن بعد كده. المحتوى بتاعكم جميل جدا جدا، يوميات عائلة مرحة، لقى إقبال كبير جدا وفولو كبير جدا. ما بتفكروش ان انتوا تخلوا المحتوى دوت وتعملوا قناة تاني بمحتوى تاني مختلف ما هي قناه بعد اصلا هي نجاح مختلفة. المحتوى بتاعكم اللي انتوا بتقدموه؟ ما بتفكروش ان انتوا تقدموا محتوى تاني؟ ما هي القناه اصلا مختلفه، يعني هي ما فيهاش متنوعه. محتوى واحد، انا يعني منوعاه مثلا مش عشان طبخ بس محدش او يزهق. مثلا بالظبط. روتين او مثلا فلوجات، فلوجات، لا هي وفعلا هي شامله حاجات شاملة. كتير. العيله شاملة حاجات كل كتيرة. حد الأسرة، ليه الكبير للأسرة. للصغير بالظبط. يتفرج عليها. كل حد ليه رأي في حاجة. أنا عايز أشوف أنتوا كمان مع بعض بلاقيكوا حاسة بتديوا طاقة إيجابية. أبو آدم دايما ما شاء الله عليه مبتسم معاكي ربنا يخليك يا بجد رب. والله حقيقي. بتدوا كمان معلومات، اللي هو لو أنا زوج وزوجة أصلا طول الوقت في بينا مشاكل في بينا، لا احنا نقدر ان احنا نفك ده ونقول ونطلع انا من عايزه حاجة زي اقول ان كده. انتوا النهارده نورتوني جدا جدا جدا، ربنا يخليك. ونورتوا القناه ونورتوا والله احنا قناه الصحه مبسوطين يا رب إن احنا إحنا بس معانا نكون حضرتك. ضيوف وخايف والبرنامج. عليكم. انا حقيقي اللي و- مبسوطه ان انتوا نورتونا اتشرفنا ونورتوا بيكم المدينه جدا. كلها. ربنا يخليك. الله يشرفك. وكنا النهارده مع ابو ادم وام ادم بلوجر يوتيوب تيك توك. والتيك توك. تشرفونا النهارده، وان شاء الله باذن الله نشوفكم الحلقه الجايه يوم السبت ان شاء الله مع ياسمين العاصي وجيهان طلعت.